مساء الخير يا جماعة. النهاردة هتكلم عن موضوع لعبة بوكيمون جو، يعني أو بوكيمون أو بوكيمون يعني هتكلم النهاردة عن موضوع لعبة بوكيمون جو. ليه بقى وتحديدا؟ احنا طبعا كالعادة وزي ما عودتكم ان انا بعمل سيرفي عن اللعبة او عن اي حاجة انا بتكلم عنها قبل ما اتكلم عنها ونبقى محضرين كويس جدا، بس يعني طبعا برضو كالعادة احنا لا هننزل نروح مكاتب ولا هندور ولا هنعمل ولا نوجع قلبنا. النهاردة موضوعنا عن لعبة بوكيمون جو بيحكي عن الآتي: لعبة لطيفة جدا وجميلة وكل حاجة، وفي ناس كتير قوي اتسحلت فيها، ومش هنا بس، ده جميع أنحاء العالم يعني. بس البداية كانت في أمريكا واستراليا ونيوزيلندا، وبعد كده قال لك روسيا مش عارف هتعمل ايه وشوية حوارات. وكانت ممنوعة والشركة بتاعتها كانت بتفلس، وبعد كده الشركة بقت كسبت 8 مليار ونص من اللعبة وجو فاكس كده. طب خلينا منطقيين، لو كلفتوا خاطركم ودورتوا شويه عن اللعبه دي وكتبتوا اسمها بالانجليزي ودورتوا عن الاخبار اللي مكتوبه عنها، هتلاقوا ان اللعبه دي هي اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ يعني ممكن اي حد يخش يلعب في السيستم بتاع اللعبه ويخش يعدل فيه ويخش يغير ويخش يعمل اي حاجه. يعني مثلا لو احنا هنتكلم عن شفرات للعبه، هتلاقي الشفرات اللي طلعت، هتلاقي ان في ناس بعد كده بتنزل اللعبه على الكمبيوتر وتعمل خرائط وهميه وتلعب فيها وشويه افتكاسات. كل ده اللي عامله مطورين، مش الشركه نفسها اللي عامله اللعبه. لكن لو هنتكلم عن اللعبه نفسها وهنبص عليها بنظريه المؤامره اللي احنا متعودين عليها كمصريين، او ان الناس كلها بتعادينا، او ان في جهاز مخابرات معين ورا اللعبه دي، وتيجي نحلل الموضوع كده. طب انا دلوقتي بقول لك انك لازم تفتح الكاميرا بتاعت موبايلك، ولازم تفتح الجي بي اس عشان اعرف احدد مكانك، عشان اعرف احدد لك البوكيمون اللي انت هتروح تصطاده من انهي مصيبه. طيب اوكي، لو شفتوا موقع مثلا روسيا اليوم، هتلاقوه كاتب عن كمية جرائم حصلت بسبب اللعبة دي في أمريكا وفي استراليا غير طبيعية. شوفوا المواقع الأمريكية كاتبة إيه، وشوفوا الجرايد الأمريكية كاتبة إيه. أكتر من حادثة اغتصاب وحادثة سرقة حصلت بسبب اللعبة دي، غير جرائم القتل اللي حصلت. نرجع تاني ونتكلم إن مثلا لو في 100,000 واحد في مصر بيلعبوا اللعبة دي، وجم قالوا لهم إن في بوكيمون سي بيكاتشو، اللي هو البوكيمون اللي مفيش منه اتنين، موجود في ميدان الجلاء او في شارع التحرير او في المهندسين، والمئة ألف واحد دول نزلوا المكان ده مش هيوقف الشارع؟ 10,000 واحد نازلين للمكان ده، دي مش مظاهرة؟ طب لو قلنا ان انا دلوقتي كجهاز مخابرات مثلا روسي او تشيكي او من اي بلد، وبقول ان عايز اصور الشارع الفلاني او المنطقة الفلانية، ما انا هحط لك فيها بوكيمون وانت هتنزل بموبايلك هتصورها لي. مش محتاج اي قمر صناعي بقى انا كده، ده انا كده عديت كل حاجة. اللعبة دي أنا شايفها أكتر هي تنفع للتجسس أكتر من أي حاجة تانية، ومش حاسس إن شركة لعب اللي عاملاها، لأ ده جهاز مخابرات هو اللي موسع اللعبة دي. إنه يعني مستحيل يعني شركة في أسبوعين كسبت 8 مليار ونص. ده إيه بقى الإعلانات اللي نزلت على اللعبة؟ ولا أنتوا بتشتغلونا ولا أنتوا عايزين مننا إيه؟ وفي حاجة تانية، يعني اليهود خبثة وأذكياء قوي. فاليهود يعني لو جينا ركزنا في كلمة بوكيمون، لو جينا قلبناها هتلاقيها بوكيمون، تبقى بوكيمون يبقى نوم، بوكي يبقى يكوب، يبقى مون يكوب، مون يكوب. يعني مون يكوب لو شلنا مثلا اول ثلاث حروف هتبقى يكوب. طبعا انتوا عارفين يعني ايه يكوب. يعني مون يكوب لو شلنا اول ثلاث حروف هتبقى يكوب، لو حطينا مكانهم بلة هتبقى بلة يكوب. بيلا يكوب، يعني لو شلنا بيلا بقى وحطينا بدل اليكوب وقمنا حاطين حرف لام في الاخر، تبقى بيلا يكوبيلا او بيلا يكوبول. او طب نرجع تاني للبوكيمون، يبقى اخرها مون، يبقى مون بكيبولا. مون تبقى مون بكيبولا، بولا بكيمون يعني، او مونول بكوبولا بكوبول. المهم هي احنا علينا مؤامره يا جدعان، احنا علينا مؤامره، وده اللي انا عايز اكده لكم. احنا علينا مؤامره، يعني مؤامره بنت 60 كلب. فاحنا لازم نحافظ على الوطن، ما ينفعش كده، ما ينفعش يا جدعان تلعبوا اللعبه دي. احنا مصريين، ومصريين بيحبوا وطنهم. ليلتكم نضيفه.